ايدك مخرومه شبهي. تعال نشوف حد بقى خبير يقول لنا نهببه ايه. ميزانية الصرف او ميزانية الشهر، تعمل ايه لما يجيلك فلوس تتعامل معاها ازاي؟ ايوه ثانيه واحده نكتب وراك. هو ده. افترض يا سيدي انك بتاخد مثلا 5000 جنيه في الشهر، تمام. ايجار بيتك لو لقيته عالي ومرتبك قليل فانت كده عايش في رفاهيه زياده، لازم تنزل. ننزل درجه. ماشي. معلش هتتعب سنتين 3 لحد ما تعرف تعمل فلوس قدام. سنتين 3؟ ده انا بعاني من 2011. 50% فواتيرك واكلك وايجارك، 20% استثمار في نفسك، اشتراك جيم واشتراك في كورسات، 20% تانيين تحويش، و10% ايه ده؟ امال فين مواصلات وبامبرز وفين السجاير؟ فين القهوه؟ ايه ده المصاريف دي راحت فين؟ هتقول لي يا مكاوي طب انا مهما حاولت الارقام دي مش مكفياني، انا مرتبي قليل جدا كده. ايوه انا كنت فعلا هقول كده. ايوه صح. كده انت بتعمل فلوس اقل من الممكن، اقل من الطبيعي، لازم تشتغل شغلانتين. هو انت تقصد ان ال5000 دول اصلا من شغلانه واحده؟ ولو مصاريفك مكفياك بالنسب دي وعايز تشتغل شغلانه تانية عشان تزود تحويشك تبقى جدع و10 على 10 وتوب التوب. يعني احنا في الاخر ما استفدناش اي حاجه. تمام صح كده. معلش بس يا حاج شوف لي معاك 200 جنيه بس كده.